اي معنا السعودية، حمد من السعودية. يا هلا بك. سني من ابناء عائشة. الله الله. اي يا هلا بك. يلا تعرف الموضوع المطروح؟ اي اعرف الموضوع. تفضل. طيب انا عندي سؤال، ليش النبي اللهم صل وسلم عليه ما احضر بنت رقية وام كلثوم؟ ما ادري، ان شاء الله راح استقبل الاتصالات وانت احكي وياهم. جيد، اخذ دور. كيف؟ يعني انا راح يعني انت تصير امير القريشي، راح يتصلون بيك سنه وطيح حظ دين ربهم، انت اسالهم. اي جيد. اي انا اقول يعني ليش ما النبي احضر رقية عليه السلام وام كلثوم؟ الان عندك متصل. جيد. من وين انت؟ أنا من وين انت؟ أنا سوري. سوري. يلا. الاخ من السعوديه مسلم سني موحد يقول ليش النبي ما احضر بناته؟ بدي أقول لك شغلة يا شيخي. تفضل. يقول للاخ انا الان طلعت من البث، عندك سعودي مسلم سني موحد هو يسالك، انا ما علي. أريد أتمتع. ها تريد تسمح لي أتمتع مشان ها طيب اخي من السعوديه تسمعني؟ اي اسمعك. عندك مسلم سني موحد وانت مسلم سني موحد، من سوريا يقول ابي اتمتع، ايش جوابك عليه؟ يقولوا موجود امير قريش. جيد. اخي من سوريا. الاخ من السعوديه يقول يجي عندنا بالسعوديه وموجود ان شاء الله. ويسلم عليه قاضي بتاع. تسمعني؟ تسمعني؟ اي نعم. اسمعك. الاخ من السعوديه يقول عندنا متعه يجي بالسعوديه. بالسعوديه متعه؟ اي نعم، هو بالسعوديه قال الظهر يعني عنده اخته موجوده. والله انا شوف تعرفون شبت متعه. هو يم اخته السعوديه. خلاص شكرا لك. يا هلا بك. امير اخي من السعوديه تسمعني؟ اسمعك. كثر الله امثالك، بارك الله بك. ذكرتني بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينطي عائشه هيك خطيه. اي مثل زوجك. من شرع المتعه، حينما شرع المتعه نبيك اول وحده قدمها حتى يبين الناس يعلمهم الاحكام، قال اخذوا عائشه ذعبوا بيها لان كان يكسل عرض بلد. اي نعم. شكرا لك وما قصرت، وجهزها بعد جهزها لان الاخوان من سوريا راح يجونك. جيد. بس دير بالك يجيبون اياهم افغاني هم ما يقدرون يكسلون ذولا.